عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنجاوب على سؤال جديد وهو: أين تذهب الملفات المحذوفة؟ لما بتيجي تمسح أي حاجة صور أو برامج وتمسحها من المحذوفة مؤخرا أو من سلة المحذوفات في البي سي، بيهيألك أو بتظن إن الحاجة دي اتمسحت خالص من على البي سي، ولكن أنت فاهم غلط وأنا كنت فاهم غلط لفترات كبيرة جدا. بص، عارف أنت الهارد اللي في البي سي ومساحة التخزين في التليفون؟ أنا معرفش اسمها ايه، لو تعرف قولي في التعليقات. مساحة التخزين ديت بتبقى مكونة من حاجة اسمها السيكتورز، هي دي اللي بتخزن فيها الصور والحاجات دي. ولكن لما بتيجي تتخزن كمان بتتخزن على حاجة، على صورة اصفار ووحايد، يعني صفر وواحد وهكذا. يعني صور فيديوهات ما بتتخزنش كصورة، بتتخزن في صورة اصفار ووحايد. لما انت بقى بتيجي تعمل الحاجة دي ديليت او تمسحها خالص، الحاجة دي ما بتتمسحش. انت بيبان لك في البي سي اللي هي مش موجودة، اختفت، ولكن هي بتبقى موجودة في السيكتورز لسه. بحيث مثلا انت لو عندك بي سي، البي سي دوت 100 جيجا، ومحمل انت ال 100 جيجا دول بقى صور فيديوهات العاب كل ده، وجيت رحت عامل فورمات للبي سي بقى كله، وال 100 جيجا اختفوا. ما بيختفوش، هم لسه موجودين في السيكتور، بس جبت بقى انت 100 جيجا كمان وحطيتهم كده. ال 100 جيجا القدام اللي هو الصور فيديوهات والالعاب كده دول اتمسحوا نهائيا. بص بقى، في بقى مشكله هي ممكن تواجهك لما انت مثلا ايه تيجي تروح تبيع تليفون او اي حاجه من دي. بتروح انت ماسح الصور وتمسحها من المحذوفه مؤخرا، او تعمل فورمات للتليفون وتفتكر ان هي كانت اتمسحت. زي ما قلت لك، هي لا، ما بتتمسحش. فانت بقى هتروح جايب برنامج بيمسح لك الحاجات دي مسح خالص. وان شاء الله بسيب لك برنامج تحت في الوصف او في التعليق المثبت. وبس كده نكون جينا لنهاية الحلقة. متنساش بعد عملنا ضغط زي اللايك، اشترك في القناة وانت مش مشترك، واستنى مني الفيديوهات الجديدة. ولو عندك اي سؤال مش لاقي له حل، بإذن الله نحل تقولي في التعليقات ونحله لك في الفيديوهات الجاية. وبس كده، مع السلامة.